وانا بدور وسط شرايط الكاسيت اللي عندي علشان اطلع مواد فنية اقدمها لحضراتكم، اتلقيت لقطة صغيرة كده مهمة جدا بمثابة مفاجأة ليكوا وكانت ليا كمان. اتلقيت قصيدة بصوت الفنان الكبير عبد الحليم حافظ عجباه، وبيقول انا مش عارف حد عملها ولا لا، غناها يعني ولا لا، وأرى القصيدة. هنسمع عبد الحليم حافظ وهو بيلقي هذه القصيدة بعنوان أحلى خبر. اسم القصيدة أحلى خبر، مش عارف إذا كان حد عملها ولا لا، لكن يعني عجبتني. كتبت: أحبك فوق جدار القمر، أحبك جدا كما لا أحبك يوما بشر، ألم تقرأيها بخط يدي فوق سور القمر، وفوق كراسي الحديقة، فوق جذوع الشجر، فوق السنابل، فوق الجداول، فوق السمر، وفوق الكواكب تمسح عنها غبار السفر. حفرت أحبك فوق عقيق السحر، حفرت حدود السماء، حفرت القدر، ألم تبصريها على ورقات الزهر، على الجسر والنهر والمنحدر، على صدفات البحار، على قطرات المطر، ألم تلمحيها على كل غصن وكل حصاد وكل حجر. كتبت على دفتر الشمس أحلى خبر، أحبك جدا فليتك كنت قد قرأت الخبر.